السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم البنات. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله، انتم ووليداتكم ودياركم كامل ان شاء الله يا ربي. حبيباتي، اليوم حبيت نطلع عليكم بهذه الوصفة الخفيفة الظريفة والاقتصادية بالدرجة الأولى اللي رايحين ان شاء الله تعتمدوها في شهر رمضان ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا رانا رايحين نستعملوا حبة تاع تفاح وحبة تاع قارص باش نخرجوا أنعش وأحلى شربات، يعني تقدروا تديروها في شهر رمضان بإذن الله. حبيباتي، نمر مباشرة مع طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا الحاجة الأولى رايحين نحيو مبشور الليمون، نحكموا الحبه تاعنا تاع الليمون نحيو لها غير المبشور هذاك، ما نوصلوش للطبقه البيضاء هذيك باه ما تجيناش المروريه من بعد في الشربات نتاعنا. بعد ما نحيت المبشور حبيباتي راح نقشر الحبه تاعي تاع القارص هكذا بالطريقه هذه، وهذاك الابيض كامل اللي برا واللي داخل كامل لازمنا نحيوه البنات، ونحيو تاني العظم هذاك الحب هذاك اللي راهو لداخل. فوالا راح نقسم الحبه تاعي تاع الليمون كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه باش تجيني سهله باش نحي لها هذاك اللب نتاعها تاع العظم هذاك. فوالا هكذا بالطريقه هذه نكملها كامله ونقصها دي بتي مورسو هكذا بالطريقه هذه حبيباتي. نقسموها وراح نجيبوا من كاسرول اللي نحطوا فيها القارص نتاعنا كما راكم تشوفوا حبيباتي. هنا راني حطيت القارص نتاعي وحطيت ضفت عليه المبشور اللي كنت درته في الاول هكذا البنات، وراح نضيف عليهم حبيباتي 3 مغارف كبار تاع الماكله تاع السكر. وهنا نحبس نقول لكم الحلاوه كما حبيتوا نتوما، انا ب3 مغارف تاع هادو اللي حطيتهم تاع السكر ما جانيش حلو، جاني معتدل مليح. وانتوما واش حبيتوا؟ هنا راح نضيف عليهم 2 كيسان تاع الماء هكذا، وراح نحطو على النار باش يبدا يغلي. اونتر طون حطيته اكوتي وراح نهز الحبه تاعي تاع التفاح، راح نقسمها حبيباتي بالطريقه هذه هكذا. شوفوا البنات، يعني طريقه سهله وبسيطه وتقدري توجديها في يعني في اقل وقت ممكن هكذا البنات. راح نقيها ونخلي لها القشور، ما نحيوش القشور البنات. فوالا هكذا بالطريقه هذه راح نكمل الحبه تاعي كامله، ومن بعد راح نقسمها كيما درت القارص ندير للتفاح، راح نقسمها دي بتي مورسو هكذا صغار اللي يجيوني من بعد سهلين باه كي نعود راح نرحيهم. فوالا هكذا البنات. هنايا راح نبدا نقص الحبه تاعي تاع التفاح. شوفوا البنات، يعني مم البنيات الصغيرين هذوك اللي يدخلوا الكوزينه باش يعاونوا ماتهم ولا اللي يحبوا يلوحوا يديهم، قادره بنتك هكا تاع 14 15 سنه تقدري تعطيها زويلها هاي الطريقه كيف تخدميها، دير لك هي توجدها لك وتحطها لك وتبقى لك غير طياب انت اللي طيبيه، ما تخليوش البنات يقدموا للنار. المهم حبيباتي، هنايا راني قصيت التفاح نتاعي هكذا بالطريقه هذه، وراح ندير نفس العمليه. راح نجيب كاسرونه فوالا هكذا نحطهم هنايا وهما راهم واجدين. هنا راح نجيب كاسرونه ونحط فيها التفاح نتاعي هكذا حبيباتي، وراح نضيف عليهم حبيباتي هنا نص اطره تاع ماء البنات، نص اطره تاع ماء. شوفوا هي يجي خاثر بصح نتوما واش حبيتوا، تحبي تزيدي له شويه تاع الماء ديري اطره غير ربع، هذه ترجع لك انت وكيفاش تحبي الشربات تاعك تكون. هنا راح نضيف معاهم 3 مغارف تاني كبار تاع السكر كما شفتوا حبيباتي، وراح نزيد نحطهم على النار. شوفوا البنات، هنا حطيتهم مع بعضهم في نفس الوقت هامليكم، من حطيت القارص ولو كوتي الاخر هنايا حطيت التفاح يطيب. ثم شوفي ما تخليوش يطيب، يسمى جوست ما يغلي برك ونطفيو عليه. فوالا كما راكم تشوفوا هاي ليكم كيفاش نديروه. فوالا بالطريقه هذه نميكسيوه مليح
هكذا البنات راح نفرغوه في ان ريسيبيون ولا في حاجه تكون عندك غامقه، وراح نزيد نجيب التفاح تاعي نزيد نميكسيه هو تاني بنفس الطريقه. نجيب البراميكسور ونميكسيه مليح باه يترحالي مليح تري بيان. هكذا البنات. وهنايا حبيباتي راح عندي زوج اضافات. هنايا حنخلط المكونين في زوج مع بعضهم بالقارص بالتفاح. هكذا حبيباتي. وراح نضيف معاهم 3 مغارف كبار تاع جو تاع الليمون، العصير الليمون. كنت حكمت حبه تاع الليمون وتاع القارص، عصرتها والجو تاعها درت به 3 مغارف حطيتهم. وهنا راح نحط لاباطاغوم تاع الشربات البنات، ماشي لاباطاغوم هذيك اللي تجي صفرا، هذه اللي تجي هكا بيضه، هذه سبيسيالمون تاع الشربات. تتباع برا بلي دوز وبنينات الله يبارك ما شاء الله. حطيت مغرفه صغيره تاع ماشي تاع القهوه الكبيره هذيك اللي قل عليها. وراح نزيد نخلط المكونات مليح بالبراميكسر. هكذا حبيباتي. والشربات نتاعي راهي واجده. هنا البنات بقى لي غير اني نصفيها. اللي تحب تصفي مرتين تصفي مرتين، انا راح نصفي مره فريده. ما نحبش نحي كل شيء، فهمتوا؟ نحي الشيء الكبير برك هكذا بالطريقه هذه ويجي الله يبارك يعني شربات ما شاء الله ما شاء الله. هنا راح نحي العصير من هذوك لي بولب هذوك، راح نعصرهم مليح هكذا تري بيان. فوالا بالطريقه هذه. وهاوليكم الشربات تاعنا راهي واجده. خرجت لي ما شاء الله، يعني خرجت لي ايطرا وزوج كيسان. هكذا حبيباتي هاي لكم. يعني الذوق تاعها البنات ما شاء الله. والله انني ما نشربش يعني اي شربات، سما لازمها تكون مليحه بصح. والله يعني باه نقول لكم غير الذوق تاعها الله يبارك، يعني تحفه تحفه. جربوها البنات ومش راحين تندموا عليها. طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه اكثر من هذا، يعني وتوجد في وقت يعني قصير. يعني ما قلت لك لا كان عندك بنتك هكا يعني عويطقه صغيره اللي تقدر تدخل الكوزينه وتعاونك، والله قادره هي ديرها لك ما حتىش ديريها انتيا. نتمنى اكون فتكم بهذه الوصفه تاع اليوم ونالت اعجابكم حبيباتي وعسولاتي. نقول لكم ما تنساونيش بليجام والتعليقات، محتاجه الدعم نتاعكم حبيباتي. نخليكم على خير ونقول لكم تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.